أكبر غلطة عملتها خلال مساري المهني وخلال عملي كمبرمج لمدة 11 سنة، إن أنا كنت مركّز بشكل أساسي على تطوير مهاراتي التقنية، إن أنا كنت باخد كورسات، باحاول آخد شهادات، وأهملت أهم حاجة وهي إن أنا أسوّق لنفسي، أهملت مفهوم الleverage. كنت معتقد كل ما أزوّد مهاراتي التقنية، كل ما آخد شهادات أكتر، آخد courses أكتر، فبالتالي هازوّد الفرص هتيجي لي أكتر وهاعمل فلوس أكتر. بس مع الوقت أدركت إن المهارات التقنية هتخلّيني كويس، يعني هتخلّيني مبرمج شاطر، ولكن فكرة إن أنا أسوّق لنفسي وأسوّق للخبرة اللي عندي هي اللي هتخلّيني ظاهر للناس، هي اللي هتجيب لي الفرص بجد. أدركت إن أنا لو قدرت إن أنا أسوّق لنفسي والخبرة اللي عندي، وقدرت إن أنا أستخدم أهم وسيلة للleverage وهي السوشيال ميديا، الفرص هتزيد والعُملا هتزيد وكمان هاعمل فلوس أكتر، بدل ما أفضل مستني الزيادة السنوية كل سنة. تخيّل نفسك وشخص تاني عندكم نفس المهارات التقنية، الشخص التاني بيعمل محتوى بشكل مستمر، بيزوّد ثقة الناس فيه، بيجذب الناس للخدمة المدفوعة اللي هو بيقدمها، في حين إن أنت عمّال تطوّر في مهاراتك وما حدش يعرفك. أنا أدركت خطأي وبدأت إن أنا أصلّحه من 5 سنين، بدأت أعمل محتوى، بدأت إن أنا أسوّق للخبرات اللي عندي والحمد لله عملت منها فلوس، في حاجات مختلفة مش بس الsoftware. اللي عايز أقوله لك ما تعملش نفس غلطتي، اعمل محتوى وشارك رحلتك في تعلُّم شيء معيّن مع الناس، وكلّم الناس عن الحاجات اللي أنت اكتسبت فيها خبرة واللي أنت سابقهم فيها بخطوة أو خطوتين، حاول تقنعهم إن أنت قادر توصّلهم للنقطة اللي أنت فيها، صدّقني مش هتندم، وفي نفس الوقت هتحس إن أنت بتفيد غيرك وبتأثّر في حياته. لو مش عارف تبدأ منين ابعت لي كلمة sheet في التعليقات وهابعت لك document فيها الخطوات بالتفصيل اللي المفروض تعملها.